اللقطات اللي انتم شايفينها في الفيديو امام حضراتكم لحظه اشتباك فتوات نادي الزمالك، ثلاثي نادي الزمالك محمد صبحي وكذلك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا مع احد افراد الامن في ملعب ال نهيان لاستضافه مباراه الزمالك امام فريق الطموح بيراميدز. مصطفى شلبي كان اشتبك مع احد افراد الامن قبل نهايه المباراه خصوصا قبل ركلات الترجيح، وبعد كده انضم لهم محمد صبحي وكذلك نبيل عماد دونجا. الخناقه ابتدت ازاي؟ الاشتباك ابتدى ازاي؟ ابتدى اثناء احتفال لاعيبه نادي الزمالك خصوصا الثلاثي ده مع جمهور نادي الزمالك. البدايه ابتدت بمشاده كلاميه وبعد كده ابتدت بالاشتباك بالايادي، ولكن الكارثه بالنسبه لي كمشجع للنادي الاهلي عاشق للكره المصريه وخايف على منظر وشكل الكره المصريه في الامارات. لكن تتخيل ان الثلاثي ده تم التحفظ عليه بالفعل من السلطات في ابو ظبي لولا تدخل السفير المصري وكذلك رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب يتواصل بالفعل مع السفير المصري في الامارات. بعد تدخل السفير المصري تم الافراج عنهم بالفعل، ولكن فرد الامن عامل قلبان لسلطات ابو ظبي في الامارات، عايز يتنازل مش عايز يتراضى. تستشعر كده ان الثلاثي ده كان قاسي، اشتبكوا معاه بكل قوه، ولسه سامع كلام ان الثلاثي ده تم تحويله للنيابه. هل يجوز؟